ناس كتير كانت متخيلة إن العين بتطلع أشعة ناحية الحاجات اللي بنشوفها. ظهر الحسن بن الهيثم اللي يعتبر رائد في علم البصريات وأسس بمنهجه التجريبي ثورة جديدة في طريقة فهمنا للعلم النهاردة. ابن الهيثم اللي اتولد في البصرة سنة 965 ميلاديا اتعلم واشتغل بين البصرة وبغداد، وبعدين استقر في القاهرة. في أوروبا عرفوه باسم الهازن، ترجموا كتبه واستفادوا جدا من طريقة تفكيره وعلمه. الحسن بن الهيثم كان عنده سؤال بسيط وعميق: احنا بنشوف ازاي؟ قبل ابن الهيثم ناس كتير كانت متخيلة ان العين بتطلع أشعة ناحية الحاجات اللي بنشوفها، فكرة ساذجة شوية، بس ده كان تفكير الناس وقتها. ابن الهيثم قال لا، الضوء هو اللي بيمشي من الأشياء لعينينا أو ينعكس من على سطحها ويعدي من خلالها. ومن هنا بدأت تجربته الأشهر، الصندوق المعتم، اللي كان عبارة عن صندوق معتم فيه ثقب صغير. لما يدخل شعاع الضوء من الثقب ده بتتكون على الجدار المقابل صورة مقلوبة للمشهد بره الصندوق. الفكرة البسيطة دي كانت إحدى البذور اللي اتطورت لاحقا في تاريخ اختراع الكاميرا. الحسن بن الهيثم ما اكتفاش بالتجربة دي وخلاص، لا، هو حلل التجربة هندسيا وشرحها بدقة. فالنهاردة لما تفتح كاميرا موبايلك انت عمليا بتشوف نسخة متطورة جدا من نفس العملية بتاعة الصندوق المعتم، اللي مع الوقت بقت الكاميرا الفوتوغرافية بكل أشكالها منها اللي موجودة في موبايلك.